كتير مننا بيجري ورا المغامرة والفضول. الفضول اللي ممكن يموتك في يوم من الأيام. النشوة اللي بتحس بيها لما تشبع فضولك جميلة، وإحساسها لا يمكن وصفه. بس مش كل فضول نجري وراه. في أعماق الصحراء وسط جبال طويق في السعودية اللي بتخبي أسرار عمرها آلاف السنين، في مكان قليلين اللي قدروا يوصلوا له، وأقل منهم اللي خرجوا منه بنفس حالتهم. المكان ده مش مجرد كهف، ده لغز كبير مليان أصوات غريبة ونقوش مريبة وضلمة ما بترحمش. الرحلة اللي هنحكي عنها النهاردة مش لضعاف القلوب، رحلة بدأت بفضول وجراءة وانتهت بحاجة محدش كان يتوقعها. ولو كنت من اللي بيحبوا المغامرة ومواجهة المجهول، يبقى استعد علشان اللي جاي هيحبس أنفاسك وأنفاسي. ازيك يا حكواتي، عامل ايه؟ انت كويس؟ طب الحمد لله، دي اهم حاجة عندي. تكملة لقصص الفضول اللي مش بتنتهي، جاي النهاردة احكي لك قصة شبه حقيقية، يعني حصلت فعلا. وتاريخ القصة دي كان متوارث في أفراد العيلة، واللي بيحكيه حفيد الجد اللي حصلت معاه القصة. فقبل ما نبدأ كده، حضر مشروبك، طفي النور، وحط السماعات في ودانك، ويلا نبدأ حكاية جديدة. الحكاية بدأت لما شاب اسمه سعود كان جريء، شغفه المغامرة أكبر من أي حاجة في الدنيا. كان قاعد في مجلس مع أصحابه في منطقة اسمها نجد في السعودية، وقعدوا بيتكلموا ويتكلموا عن المغامرة، عن الجن، عن الشياطين. وفي حد من القعدة قال له: طب انت تعرف بقى إن في كهف في جبال طويق فيها اللي انت بتتكلم عليه وبتحكي عنه ده؟ الفكرة نورت في دماغ سعودي، وحس إن هو ليه لأ ما يغامرش ويروح، وعلشان المتعة والسسبنس يزيد. طب أنا ليه ما أروحش لوحدي؟ وفعلا سعود خد بعضه وقرر في يوم من الأيام إن هو يروح جبل طويق في السعودية. وبعد ما راح فضل ماشي بين الجبال والوديان وكأن مفيش أي حاجة موجودة، وكان بيقول لنفسه إن دي مجرد هواجس وخرافات. أنا هروح أكتشف المكان وهحاول أصور على قد ما أقدر عشان أثبت لهم إن مفيش أي حاجة من الخرافات دي. لاحظ إن الكلام ده كان في زمن يعتبر قديم نسبيا. أنا بقولك سعود ده هو جد الحفيد اللي بيحكي لنا القصة بتاعت النهاردة. وهو ماشي لمح بطرف عينه مدخل لبداية كهف. الكهف كان غريب، كل حاجة كانت هناك فيها ظل وفيها نور، لكن الكهف كان مظلم بطريقة تلفت النظر، طريقة ما شافهاش قبل كده. ضلمة غريبة من نوعها، ضلمة تقتلك وتخليك كئيب من اللي هتشوفه جواها. الضلمة شدته فعلا وقرر ان هو يروح للكهف ده، ومشي وكان بيحس ان الكهف بيبعد عنه. كل ما يمشي اكتر يحس ان الكهف بيبعد اكتر، بس هو ما استسلمش وقرر ان هو يخش الكهف. قعد يجري 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 لحد ما وصل لحتة الكهف فيها كان حرفيا قدامه. ما كانش مصدق، ازاي ده انا شايفه بعيد، ازاي وصلت له بالسرعة دي؟ وكأن الكهف اختاره زي ما هو اختار الكهف. دخل ولع الكشاف، كان حاسس برعشة كده من الضلمة اللي شافها. الكشاف مش مأثر في الضلمة اللي جوه، مهما ينور مفيش حاجة. بيقلب بالكشاف على الحيطان بتاعت الكهف، بيشوف حاجات غريبة، تشققات وحجارة مرمية في كل حتة، ورموز ونقوش في الحيطة بطريقة غريبة، طريقة مش صنع بشر خالص، لأ صنع كائنات تانية. وهو ماشي بيسمع صدى صوت رجله، بس الصدى ده غريب، كأن في حد تاني بيمشي وراه. بيقرر يقف فجأة علشان يحس إذا كان في حد فعلا ماشي وراه ولا لأ، لكن خطوة واحدة كانت فارقة بين خطواته وخطوات اللي بيمشي وراه. بيبص وراه بسرعة وبيحط الكشاف، لكن مش بيلاقي أي حاجة. بيفضل ماشي ماشي لحد ما بيلاقي حاجة غريبة، نقوش شكلها كأنها بتتحرك، كأن في نور بيمشي من تحتها وبتنور له وبتقول له امشي في الطريق ده. وفعلا بيمشي في الكهف وبيلاقي جحر صغير، بيوطي وبيدخل فيه، وروح المغامرة والفضول اللي عنده بدأ يزيد ويواجه أي خوف وهلاوس كان ممكن يسمعها في الكهف. ودخل فعلا، دخل الجحر وقعد يمشي مسافة 10 متر تقريبا. بعد ما دخل وقع، لقى نفسه في قاعة كبيرة، قاعة مفيهاش كراسي، قاعة واسعة بس فيها حاجة واحدة مريبة، دايرة في نص القاعة فيها رموز ونقوش غريبة جدا. وفي نص الدايرة دي في تمثال ضخم، تمثال لشيء مش بشري إطلاقا، حاجة ليها قرون وقرون ملوية حوالين نفسها،
والجناحات بتاعته ملوية برضه. في ايده في سلاح مرقوش عليه برضه نفس الرموز والنقوش الغريبة دي. مكانش مصدق اللي بيحصل، وبيبص على الحيطان بيلاقي وشوش ناس متعذبة وناس كانت بتستغيث من زمن طويل، وكأن في وحش نايم مستنيه يقرب. الشجاعة والفضول اللي كانت عند سعود كانت أقوى من أي خوف. سعود وقف قدام المدخل اللي بيودي على التمثال، أخد نفس طويل، والهواء البارد اللي طالع من جوه تقيل كأنه بيحمل معاه أسرار مكان محبوس بقاله قرون. الحيطان بتاعت القاعة كانت مليانة شقوق، وكأنها برضه وشوش بتضحك أو بتصرخ. وبرغم كده سعود قرر يقرب من التمثال. اللحظة اللي رجله لمست فيها الدايرة حس بشعور غريب، كأن الأرض بتتحرك تحته، كأنها بتحذره أو يمكن بترحب بيه. بس الترحاب ده مش ودي خالص. كل خطوة بياخدها سعودي ضلمة بتزيد سماكة، والهدوء حوالين المكان بيتحول لصمت تقيل، صمت لوحده كان يرعب أي بني آدم. سعود كان بيحاول يطمن نفسه، ده مجرد كهف، هوا، ضلمة، حجارة، عادي يعني مفيش حاجة تخوف، أنا جاي أكتشف مش أهرب. لكن سعود كان عارف جواه وفي أعماق قلبه إن المكان ده مش عادي، الكهف ده حي. كل حجر، كل شيء كان بيبصله كأنه بيسأله أنت فاكر إنك تقدر ترجع عادي؟ سعود بيبص على الحيطان بيلاقي في مادة لزجة زي الدم بس لونها اسود تتكب على الأرض وجاية ناحيته وناحية الدايرة. مش عارف، بيبص عليها باستغراب. المادة لزجة وتقيلة بس بتتحرك بسرعة رهيبة، وكأن التمثال بيوجهها إن المادة تيجي عليه. سعود كان خايف جدا، نفسه طالع نازل، مش مصدق اللي بيشوفه. المادة لما بتيجي عليه بيحاول يبعد عنها لكنه بيتزحلق وبيلمس الأرض بإيده. الأرض ملمسها غريب، مش ملمس تراب ولا حجارة، كأن في جلد بشري مسلوخ ومفرود ومشدود على الأرض كأنها سجادة. الملمس كان غريب، ولما المادة قربت منه وزحلقته ولمسها بإيده حاول يمسح إيده في هدومه. المادة ما بتروحش، المادة بتطلع على إيده لحد ما بتكون رموز ونقوش على إيده هنا. رموز غريبة أغرب من اللي كانت مرسومة في الدايرة، وأغرب من اللي كانت مرسومة على السلاح، وأغرب من اللي كانت مرسومة على الحيطان. رموز مش مفهومة. فجأة التمثال عينيه بتنور أحمر، وفي صدى صوت ملا القاعة. الصوت كان بيقول لسعودي أهلا بيك في مملكتي، انت جيت برجليك واخترت الكهف. أنا حاولت أبعدك عنه أكتر من مرة بس انت اللي كنت مصر تدخل، فخلاص ادخل زي غيرك، لأن الكهف بقاله قرون وسنين طويلة محدش دخله. سعود بيسمع الصوت وهو مش مصدق اللي بيحصل، مش مصدق اللي بيسمعه. مرة واحدة الدايرة اللي كانت في نص القاعة اللي فيها الرموز اتشققت واتفتحت، والسعودي مرة واحدة لقى نفسه بيتزحلق وكأن في جاذبية بتشده الحفرة دي وبيقع جوه الدايرة. لما بيقع جوه الدايرة بيحس نفسه ان هو موجود جوه جحر ضيق عليه جدا، مش قادر يتنفس، الهوا صعب والضلمة شديدة، الكشاف اللي معاه بيرعش ومش بينور، مش عارف اي حاجة. سعود هو بيزحف على ظهره علشان بيحاول يطلع من الجحر اللي هو فيه ده، بيلاقي مدخلين. حاجة جواه كانت بتقوله خش المدخل الشمال، خش المدخل الشمال ومش هتندم. سعود بيمشي ورا احساسه وبيخش المدخل الشمال، وبيزحف وكأن الكهف بيطبق على نفسه وبيضيق عليه اكتر وبيضيق عليه اكتر، وبيطلع بكل طاقته لحد ما بيبقى بره الكهف. سعود مش مصدق نفسه بعد كل اللي شافه ده، هو بره الكهف؟ طب ازاي؟ اكيد انا بحلم، ما مش بالسهولة دي. سعود بيقرر ينزل من على الجبل، بس هو بينزل بيلاقي هياكل عظمية لحيوانات وطيور وحجارة مكتوب عليها بالدم، وكأنها رسائل تحذيرية ان محدش يقرب من الجبل ده ولا حتى يحاول يفكر يخش الكهف. كانش عارف ايه اللي بيحصل، لكنه اول لما طلع على الطريق نفس اللي حصل معاه وهو دخل الكهف. كل ما يمشي للطريق الطريق يبعد، كل ما يمشي للطريق الطريق يبعد اكتر واكتر لحد ما يبقى مش قادر وبياخد نفسه بالراحة ويقول خلاص انا طلعت. وبيمسك الطريق وبيجري على طول لعربيته وبياخدها وبيمشي من منطقة جبال طويق اللي موجودة. سعود ما كانش عارف ان دي مجرد بداية الحاجة هو اختارها بإرادته، وزي ما سعود دخل بإرادته لكنه مش هيخرج برضه بإرادته.
عارف الإحساس لما تبقى ماشي في طريق ومش عارف نهايته؟ كل خطوة بتاخدها بتقربك من حاجة انت مش فاهمها ومش مستعد ليها. اهو ده اللي كان بيحس بيه سعود لما بيفتكر مشاهد الضلمة اللي كانت كأنها كائن حي، كائن بيتنفس وبيتحرك وبيتفرج عليه. مع كل خطوة كان بيحس ان النهاية قربت، لكنه بمعجزة خرج، وكأن الكهف كان بيخيره بين ان هو يطلع او يكمل في الجحيم. سعود حس بالأمان وهو قاعد جوه العربية، لكن الضلمة اللي بره كانت بتتحرك كأنها بتحاوطه. بيشغل العربية وبيدوس على البنزين بكل قوته وبيبدأ يتحرك بسرعة. الطريق كان ضلمة لكنه مركز بكل طاقته، عينيه بتلف يمين وشمال، كل صوت حواليه بيخليه يترعش. سعود كان بيقول أنا لازم أرجع البيت، لازم أهرب المكان ده. وأخيرا بيخرج من منطقة الجبال. النور اللي حواليه كان ضعيف لكنه كان أحسن من الضلمة اللي فاتت. الطريق للبيت طويل لكنه حس بشوية راحة مع كل كيلو متر بيعديه. كان فاكر انه خلص، لكن اللي حصل معاه في الجبل ما كانتش حاجة هتسيبه بسهولة. سعود بيوصل بيته أخيرا، بيركن عربيته وبينزل منها بسرعة. بيبص حواليه، الجو كان هادي، كان حاسس إن في حاجة مش طبيعية. بيدخل البيت وبيقفل الباب وراه ويترمي على الكرسي اللي في الصالة. سعود ما كانش مصدق، بيقول لنفسه أنا خرجت، أنا فعلا خرجت. لكن هو قاعد بيحس بحاجة غلط. البيت كان هادي بزيادة، بيحس بضربة برد جاية من جنبه. بيشم ريحة غريبة، ريحة دخان، نفس الريحة اللي كان شممها جوه في الكهف. البيت كأنه مش بيته، والضلمة اللي في الجبل كأنها بتطارده ومش هتسيبه. سعود خرج، لكنه لما خرج معاه حاجة ما كانش ينفع يهرب منها. النور في البيت بدأ يضعف تدريجيا، كل شيء حواليه بيبقى ضباب. سعود بيبص حواليه ويحس بوجود شيء في الزاوية، شيء مش واضح لكنه قريب جدا. سعود كان فاكر انه رجع، لكن الحقيقة ان الرجوع هو بداية النهاية. سعود رجع بيته، لكن اللي رجع معاه ما كانش من عالمنا. البيت اللي كان ملجأ طول عمره بقى مكان غريب، مليان صمت مريب وضلمة مش بتروح. لكن دي كانت بداية للأسطورة المرعبة، أسطورة الملك الأحمر شبراويش. سعود كان قاعد في الصالة مش قادر يتحرك. الإضاءة في البيت كانت ضعيفة بشكل غريب، زي ما يكون في حاجة بتسحب النور. يحس بحاجة بتراقبه لكنه مش قادر يحدد مصدرها. كل حاجة حواليه كانت مريبة. سعود بيقول لنفسه أنا لازم أفهم إيه اللي حصل، إيه اللي جه معايا. بيحاول يقوم لكن رجليه تقيلة كأنها مربوطة في الأرض. فجأة بيسمع صوت خبط خفيف جاي من حيطان البيت. الصوت كان خافت في البداية لكنه بيزيد مع كل ثانية. الخبط كان زي دقات القلب، بطيء في الأول وبعدين أسرع وبعدين أعلى، لحد ما بقى كأنه حاجة بتحاول تخرج من جوه الحيطان. سعود بيلف حواليه بسرعة لكنه ما بيلاقيش حاجة يحاول يهدي بيها نفسه، لكن الصوت كان بيقرب أكتر. فجأة النور كله يطفي والبيت بيغرق في الضلمة تاني. سعود وهو بيصرخ ايه ده؟ مين هناك؟ تبدأ تظهر علامات على الحيطان، خطوط سودة نفس اللي شافها في الكهف، خطوط اللي كانت بتتحرك كأنها حية، وكل ما تتحرك طلع ريحة دخان خنيق. الخطوط كانت رسائل مكتوبة بلغة ملعونة، لغة مليانة كره وضلمة، لغة خاصة بالكهف. فجأة بيسمع صوت همس وراه، صوت عميق وواطي كأنه صوت شيطاني جاي من أعماق الكهف. سعود بيلف بسرعة لكنه ما بيلاقيش غير فراغ. الصوت وهو بيقول له انت فاكر انك خرجت؟ مفيش حد بيهرب من شبراويش. سعود بيبدأ يتحرك لورا لكن بيقع على الأرض. الضلمة حواليه بتتحول لخيالات بتتحرك بتقرب منه تدريجيا. الخيالات دي كانت نفس الوشوش اللي شافها في الكهف، لكن دلوقتي بقت أقرب، بقت حقيقية أكتر. سعود كان بيصرخ سيبوني، انتوا عايزين مني ايه؟ الوشوش بتفضل تقرب والهمسات اللي كان سامعها بتتحول لصرخات عالية. وفجأة يسمع صوت انفجار والضلمة كلها بتتشال. يلاقي نفسه قاعد لوحده في الصالة، لكن العلامات على الحيطان لسه موجودة. كان فاكر ان اللي حصل خلص، لكن الحقيقة ان الأسطورة بدأت تتكشف. سعود بيقوم على رجليه بيحاول يفهم ايه اللي حصل. بيبص حواليه بيلاقي كتاب قديم مرمي على الأرض. الكتاب ده كان مكتوب عليه نفس العلامات اللي شافها في الكهف. سعود كان بيبص بيقول ايه الكتاب ده؟ انا ما كنت شايفه هنا في البيت قبل كده. بيفتح الكتاب وبيبدأ يقرأ الصفحة الأولى. كانت بتحكي عن أسطورة شيطان قديم اسمه الملك الأحمر شبراويش.
كان عايش في كهف ضيق من آلاف السنين، كان بيستدرج كل اللي يدخل الكهف عشان يسحب روحه ويحبسه جوه الأسطورة بتاعته للأبد. الكتاب كان واضح، شبراويش مش مجرد خرافة، هو ملك الكهف وسيده، واللعنة دي مش بتنتهي بمجرد الخروج. سعود بيقلب في الصفحات بيلاقي رسومات مرعبة للكيان اللي شافه، اللي عيونه حمرا زي النار، جسمه مليان شروخ وكأنه مكسور، وحواليه أرواح كتيرة مربوطة بسلاسل، لكنه بيشوف حاجة بتخليه يتجمد مكانه. صورة الراجل اللي شافه في التمثال جوه الكهف، هو دلوقتي فهم إنه هو شبراويش. سعود بصوت مخنوق، ده هو ده اللي كان هناك. الكتاب بيترمي من إيده فجأة كأن حد أخده بالقوة. النور في البيت بيطفي تاني، والريح تبدأ تهب تاني جوه الأوضة كأنها عاصفة بقى المرة دي. سعود بيرجع للحيطة كأنه يحس بشيء بيلمس كتفه، في حاجة وراه، حاجة جاية تاخده، لكن المرة دي كان لازم يلاقي مخرج. بصعوبة بيوصل للكتاب تاني اللي كان مرمي على الأرض، ويدور على أي طريقة عشان ينهي بيها اللعنة دي. بيلاقي صفحة مكتوب فيها: الشعلة الحمراء وحدها تحررك من الملك الأحمر. سعود مش فاهم، الشعلة الحمراء ايه دي؟ بيدور حواليه يلاقي ولاعة قديمة على الترابيزة، بيمسكها بسرعة وبيحاول يولعها. النار بتطلع منها لكنها صغيرة وضعيفة، تقريبا كان لازم النار تبقى قوية. الشعلة الحمراء مش مجرد نار، دي أكيد المخرج الوحيد من وسط الضلمة دي. بيحط الكتاب قدامه وبيقرب النار منه. فجأة كل الحيطان تبدأ تتهز والرياح بتزيد أكتر، لكن الكتاب بيبدأ يتحرق والنور بيبدأ يرجع في البيت تدريجيا. سعود وهو بيزعق: سيبوني، أنا مش عايز أبقى معاكم، طلعوني من الأسطورة واللعنة دي. الضلمة بتختفي بالتدريج والصوت الغريب بيسكت. سعود بيقع على الأرض لكنه بيحس إن كل شيء انتهى. البيت بدأ يرجع طبيعي ويحس إن اللعنة بتختفي. الملك الأحمر اختفى وشبه الموضوع انتهى، لكن سعود افتكر إنه خلص القصة لما حرق الكتاب. لكن اللعنة دي يا صاحبي ما بتروحش بالساهل، ده مش بس لعنة مكان، دي لعنة بتعيش في اللي شافها وبتفضل وراه زي ظله. الليل كان هادي في البيت، النور كان شغال والهدوء مسيطر على المكان، لكن جو الهدوء ده كان فيه حاجة غلط. حاجة في الهوا، في ريحة المكان، كانت ريحته كأنها دخان خفيف زي اللي كان بيشمه في الكهف. سعود كان بيقول أكيد دي أوهام، الكتاب اتحرق وكل حاجة خلصت. بيحاول ينام لكنه مش قادر، كل ما يقفل عينه ويشوف صورة الكهف، ويشوف الحيطان اللي بتتحرك، الوشوش اللي بتطارده، وعينين الملك الأحمر شبراويرش وهي بتلمع في الضلمة. فجأة بيسمع صوت خبط جاي من الشباك. الصوت كان بسيط في الأول كأنه خبط ريح عادي، لكن مع كل ثانية كان بيزيد لحد ما بقى كأنه حاجة بتحاول تفتح الشباك. بسرعة بيقرب من الشباك سعود وهو بيحاول يقنع نفسه إن دي مجرد رياح، لكن هو بيبص من الشباك بيشوف حاجة مش طبيعية. الشارع كان فاضي لكنه في نصه كان فيه ظل طويل، ظل بني آدم واقف من غير حركة. سعود كان مرعوب، مين ده؟ ايه اللي جابه هنا؟ بيحاول يبعد عن الشباك لكن الظل بيتحرك، ماشي بالبطيء بخطوات تقيلة كأنها بتدق على قلب سعود نفسه. الظل بيقف عند باب البيت. اللعنة ما انتهتش خالص، كانت بتستنى اللحظة اللي يخش فيها الظل جوه حياته من جديد. سعود بيجري ناحية باب البيت عشان يقفله، لكنه بيلاقي الباب مفتوح من غير ما يفتحه أصلا. شوف الظل وهو بيدخل جوه لكنه مش بيشوف أي ملامح، مجرد جسم أسود طويل وعينيه نقطتين حمرا زي النار. سعود وهو بيصرخ: انت مين؟ عايز مني ايه؟ الظل ما بيردش ويفضل واقف، لكن الأرض حواليه بتبدأ تتشقق تاني والدخان بيطلع منه. سعود بيحاول يرجع لورا لكنه بيحس بالأرض تحت رجليه تقيلة كأنها بتسحبه لتحت تاني. اللعنة مش بس بتطاردك، دي بتخليك جزء منها، وده كان دور سعود دلوقتي. بيحاول يهرب ناحية السلم لكنه بيسمع صوت عالي وواطي في نفس الوقت. الصوت ده كان بيهمس باسمه، مش مرة واحدة لأ، دي مرات كتير، بصوت أطفال وستات ورجالة. سعود انت فاكر انك هربت؟ بيحاول يصرخ لكن الصوت العالي يسكت فجأة وكل حاجة حوالين سعود تهدى. بيلاقي نفسه واقف لوحده في نص الصالة، لكن الحيطان كانت مليانة شخابيط، نفس العلامات اللي كانت في الكهف. سعود مش مصدق اللي بيشوفه، أنا مش في الكهف، أنا بره، مش معقول. لكن العلامات تبدأ تتحرك قدامه وكأنها بتكتب جملة واحدة. الجملة دي كانت واضحة:
كل اللي يدخل الكهف ما بيخرجش حتى لو خرج. اللعنة دي مش بس لعنة مكان، دي لعنة بتفضل ورا كل مغامر فاكر انه اقوى منها، وبتستناه لحد ما ينسى او يفتكر ان هو انتصر. العلامات على الحيطان كانت محفورة، وبيسمع صوت خطوات تقيلة فوق السقف كأنها ماشية في دايرة. بيحاول يخرج من البيت لكن الباب مش بيفتح. سعود بيصرخ: ايه ده؟ مين اللي فوق؟ يقرر يواجه اي حاجة ويطلع السلم علشان يشوف مصدر الخطوات. كل ما يقرب من السقف الضلمة بتزيد والهواء بيبرد وبيوصل اخيرا للسطح، لكنه مفيش حاجة. بس كان في ريحة الكهف تاني. كان باين ان شبراويش لسه هنا مستني اللحظة المناسبة علشان يظهر من جديد. وفجأة تظهر قدام سعود صورة على الحيطان فوق على السطح، صورة لكل اللي دخل الكهف قبله، ووشوشهم كانت ميتة، وكل واحد فيهم كان مكتوب تحته كلمة واحدة: ملعون. سعود هو منهار: أنا مش عايز أبقى زيهم، أنا مش عايز أبقى زيهم. بيصرخ بصوت عالي لكن الصوت بيرجع له كأنه صدى مش بيقف. بيحاول يرجع للبيت لكن الباب اللي نزل منه مش موجود، كأنه محبوس على السطح، والضلمة كانت بتقرب منه من كل اتجاه. ملك الأحمر كانش بيظهر لأي حد، بس لما يظهر تبقى النهاية أو يمكن بداية النهاية. آخر حاجة سعودي بيسمعها هو صوت شبراويش نفسه وهو بيهمس: كل لعنة ليها مخرج، بس انت مستعد تدفع الثمن. فجأة كل حاجة بتختفي قدام سعود، وبينزل تحت البيت ولسه النقوش موجودة وفيها رموز مش مفهومة. بيرسم النقوش دي على ورقة وبيلاحظ وهو بينقل النقوش دي إن إيده تقيلة جدا، والنقوش اللي على إيده اللي اتنقلت له من الكهف بتنور بدمه اللي تحت جلده. بياخد الورقة وبيروح مكتبة معروفة جدا في السعودية إنها متخصصة في بيع الكتب القديمة. المكتبة دي معروفة جدا. بيروح هناك وبيسأل عن أي كتاب عن جبال طويق، واللي شغال هناك بيسأله: بتدور على كتاب ليه؟ قال إن هو بيعمل دراسات عن المكان هناك. والراجل بيستغرب ويقول له: بس ده من زمن الزمن، ومعروف إن المكان ده هناك مسكون بالجن، أو ده اللي بيتقال يعني. ليه عايز تعرف إيه هناك؟ سعود كان مستغرب وقال له: أنت تعرف إيه عن المكان؟ قال له: أنا أعرف أساطير عن المكان ده، علشان جدي كان عايش في قرية قريبة من المكان ده هناك، وتقريبا كان كتب عن المكان هناك، بس ما اعتقدش ان الكتاب ده هيفيدك لانها كلها مربوطة بلعنات وقصص واساطير غريبة. سعود يعني لمعت، حس انه لقى الحل وكأن ربنا بيساعده. سعود قال: انا عايز الكتاب ده. قال: انا ما اعرفش ليه، بس ده مش للبيع، انا ممكن اديهولك على سبيل الاستعارة. سعود وافق. الراجل قال له: ساعة ونص وتعالى هكون جبته. وخرج سعود وما كانش عايز يرجع بيته. فضل يلف في الشوارع كلها اللي حوالين المكتبة وهو مش حاسس ان في حاجة بتراقبه، حاجة عايزة تمنعه من انه يرجع المكتبة تاني. فجأة بيقف بيبص وراه، بيلاقي ظل طويل ماشي ورا سعودي وبيجري وبيلف كتير في الشوارع وبيرجع المكتبة. واول لما الراجل بيشوفه يقول له: مالك انت كمان؟ قال له: كنت بجري. قال له: اوعى يكون حصل معاك حاجات غريبة زي ما حصل لي. سعود بيرد عليه وبيقول له: حاجات غريبة زي ايه؟ قال له: لا، ما تاخدش في بالك، انا متعود بسبب القصص اللي بسمعها من جدي. الكتاب بتاعك اهو يا عم. اخد الكتاب بعد ما ساب صورة من هويته الشخصية عند صاحب المكتبة. اخد الكتاب وطلع على البيت، واول لما فتح الكتاب شاف نفس شكل الكهف من جوه ومن بره، وكأن الكتاب بيشرح الرحلة اللي مر بيها سعود. بيقرا في الكتاب بيعرف ان الملك شبراويش اتلعن من قبيلته لانه كفر بالله وبيأذي الناس، وقبيلته أسلمت وبقت من المسلمين، يعني ما بيأذوش حد. وإنه اتلعن إنه يتحبس في الكهف، وعلى مر السنين الكهف كان ملجأ للسحرة والمشعوذين وكترة الأساطير، وهي إن أي حد كان الفضول يزقه على الكهف مش بيرجع. سعود وهو بيقرا الكلام ده بيحس بحاجة مش طبيعية. الريحة بتظهر تاني، بيحس إن في حاجات بتتحرك في البيت، وبيبص على الحيطة بيلاقي الرموز بتنزل دم أحمر غامق بسرعة. بيقلب في الكتاب وبيلاقي نفس الرموز اللي على إيده، وبيلاقي إيده بتنور بالدم بتاعه. بيقرا ترجمة الرموز، وهي إن القبيلة بتاعت شبراويش سابت أثر على حجر في أول الكهف، وهو الخروج من اللعنة. وسعود بيعرف الحل. سعود بيقرر إنه يرجع الكهف بإرادته عشان ينهي اللعنة
ورجع سعود الكهف. كان على حوالي الساعة 11 الظهر تاني يوم، وبيلاقي الأثر رغم إنه كان عليه حجارة كتيرة. بياخده وبيخش بيه الكهف. الأصوات جوه كانت أقل ما يقال عليها مرعبة ومميتة. المرة دي سعود أخد معاه شعلة نار، وأول لما دخل ولعها على طول. الرموز المنقوشة على حيطان الكهف أخدت من النار شعلة وولعها، وبيلاقي في مكان اتحفر في وسط الرموز دي. ومرة واحدة الأرض بدأت تتهز تحت رجله، وحاجة مسكت في رجل سعود تاني. وأول لما سعود يقرب منها النار بتكش وبترجع تاني جوه. الشبراويش بيظهر تاني لسعود، بس المرة دي أكبر وأضخم، والغضب مالي وشه، وحوافر رجليه كبيرة جدا، والقرون مرفوعة لفوق. وبيقوله انت فاكر انك هتهرب حتى بعد ما عرفت الحقيقة؟ لكن سعود على طول بيحط الأثر اللي لقاه على باب الكهف في الحفرة بين الرموز، ونور قوي بيظهر في الكهف. وسعود بيلاقي نفسه بره الكهف. بيبص على الكهف من بعيد، بيلاقي انه اتسد بحجارة ضخمة قفلت الكهف تماما، وكأنها التحمت مع الجبل، ومفيش أي أثر للكهف. سعود مش مصدق نفسه. اللعنة خلصت؟ اللعنة اختفت؟ وكل حاجة خلصت؟ وبيطلع سعود على الطريق وبياخد عربيته وبيرجع البيت، وكل حاجة كانت تمام. قلبه لأول مرة بعد اللي حصل يحس إنه استريح. وبيلاقي الكتاب على الترابيزة اللي أخده من المكتبة، وبيقرر يرجع المكتبة تاني. وبيروح هناك بيلاقي الشاب قاعد مستنيه، وسعود بيشكره. لكن سعود شاف حاجة خلته يخاف منه. سعود بيرجع لورا وبيمشي عادي، وهو ماشي كان بيكلم نفسه بيقول هو ازاي يعني مش أقف طول؟ أكيد مش إنسان. وهو بيقول كده مرة واحدة لقى الشاب ده قدامه، بيقوله علشان مفكرش كتير أنا من الجن، بس من الجن المسلم ومن نفس القبيلة، وجد زعيم القبيلة هو اللي بعتني أساعدك تقفل الكهف، وأنا المفروض ما أقولكش كده، وما ينفعش أظهر حقيقتي ليك علشان أنا هتضر بسببك. ودلوقتي هتمشي على طول، واوعى تبص وراك مهما يحصل، مهما سمعت أصوات أو شفت خيالات، امشي على طول. وفعلا سعود عمل كده وروح بعدها. بعد فترة طويلة سعود اتجوز وخلف، وحكى القصة لحفيده لما كان بيتكلم عن الكهف، وانه مش مصدق ان في اساطير عن الكهف وعايز يروحه. ساعتها بس سعود قرر يحكي، بس لما حكى البيت كله اتهز، وكأنه قال اللي ما ينفعش يتقال. وحفيده اللي بعد القصة مرضيش يكمل ايه حصل. تفتكر يا حكواتي حصل ايه؟ المهم طالما انت وصلت لهنا فانت حبيبي حكواتي واخويا وكفاءة. هسيب لك لينك الانستجرام تحت علشان لو عايز تبعت قصتك ونرجع حكاوي المتابعين. وما تنسانيش بلايكك الجميل وكومنت لو الحلقة عجبتك، واشترك بقى وخليك حكواتي اصيل. سلام يا حكواتي، وانتظرني في الفيديو الجاي. سلام يا حكواتي.